بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وتماف إيرين. مواصلة أحبائي لتغطية كل ما هو جديد يخص الطفل شنودة فاروق فوزي بولس. في الفيديو اللي فات بلغتكم أحبائي إن السيدة الفاضلة السفيرة مشيرة خطاب أعلنت إنها متعاطفة مع شنودي بشخصها اللي هو مشيرة خطاب. الجديد النهارده أحبائي إنه انضمت رسميا هيئة حقوق الإنسان لهيئة الدفاع عن شنودة فاروق فوزي بولس. يعني هيئة حقوق الإنسان تضامنت رسميا مع أسرة شنودي في حق الولد إنه يرجع ويعيش في وسط أسرته تاني. صرخت السيدة أمال والدة الطفل شنودة وقالت: أنا واثقة في عدالة السماء، وحقيقي ربنا هيجازي كل اللي كان منه السبب. صراخها كان مدوي وهي تبكي وتقول: عدل ربنا فوق عدل البشر. وتوجعت على ولدها وقالت: أنا ابنه ما يموت أنا حاسة بيه. يا وزيرة التضامن الاجتماعي، ما عندكيش عيال تحسي بي وتحسي باللي أنا فيه وتخافي على أولادك؟ وبالدموع قالت: مفيش كرسي دايم، مفيش كرسي دايم، لو دامت لغيرك ما كانش وصلت لك. الست صرخت وبكت وقالت: أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايزة ابني، اتعبت كل حاجة ممكن تتعمل عملناها وبرضه مفيش فايدة، أنا مموت أنا وجوزي كل يوم. الست أمال وكل أم هتفهم الكلمة دي أما تغسل غيار شنودة كل غسلة عشان تحس بوجوده في وسطيهم. أنهي ملجأ اللي هيعمل كداتي إلا ما يدوا العيال تأخذونيش باللي في رجلهم، هيعملوا كداتي مع العيال ويحضنوهم ويخلوا بالهم منهم. اللي شنودة كان كل 5 ثواني يقول لأمه: احضنين يا ماما، مين هناك هيرعاه وياخد باله منه؟ ده هناك بس اللي وكلوهم وشربوهم، يبقى كتر ألف خيرهم. وصل بيهم الحال من البجاحة تقول لهم: أقعد خدامة أمسح البلاط وأمسح لكم جزامكم، يقولوا لي: امشي يا ست، امشي يا ماما، خلاص مش عايزين خدامين. انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ تقلبكم حجر. طبعا كلنا بنمشي في شوارع وعارفين مناظر العيال اللي ما تكون بلا مأوى وبلا هوية، واللي اساسا ممكن يكون فيهم عيال ابوهم وامهم متطلقين ولا ده عايزهم ولا ده عايزهم. فين وزيرة التضامن نيفين القباج من العيال دي؟ ولا ما حلش في عينيها الا شنودي؟ واللي يدير الراس ويخليك متلخبط ومندهش، ازاي طفل زيك داتي تقريبا في سن شنودي متغطي بدواسي في عز البرد داتي مرمي قدام محل؟ فينك يا ست الكل يا معالي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج؟ ايه يعني ما فيش حد متبربط عسل ولا في سكر الا شنودي؟ خلصت مشاكل البلد وما لقيتوش الا شنودي، تحطوا العقدة في المنشار وتمنعوه انه يرجع لاهله ويعيش في حضنهم في امان وسلام وحب ورعاية. كانوا هيخلوه احسن تعليم واحسن اكل واحسن شرب. دلوقتي حاله عامل ازاي؟ الست يا عيني ما رضيتش تخليها وزيرة التضامن الاجتماعي الواد يعيد معاهي، برغم انه اشترت له هدوم العيد، حضنهم وما تبكي هتعمل ايه؟ ما فيش في ايدها حاجة تاني تعملها. الكل يعلم ان حتى المساجين اللي عليهم احكام اما تسمح لهم احيانا هيئة السجون بانهم يطلعوا ويزوروا اهلهم في احوال معينة. كل المناصب العالية داي قايمة على حتة عيل لا حول ليه ولا قوة. ليه يا جماعي خلت الواد اقل من المساجين المسجون ليه حق في الزيارة والواد الغلبان داتي ملهوش؟ وعلى غير حكاية شنودة خالص، افرض انا كمسيحية ورايحة الملجأ جايبة مثلا على العيد شوية حلويات وهدايا للأطفال عشان اطيب خاطرهم، هتقولوا لي لا شوف المسيحيين والمسلمين؟ لا. وفينك يا قداسة البابا توادرس صرخة من جوا عمق القلب من كل شعبك وأولادك المسيحيين في كل العالم؟ ليه سايب شنودة وأسرته؟ ليه سايبهم في دائرة مكفولة ما عارفينش يطلعوا مني، مع ان بكلمة واحدة بس منك هتغير كتير وهتحسم الأمر؟ صرخت السيدة أمال: كنت فاكرة انه هيدهوني ويقولوا لي خديه بعد الجلسة لانه انت أمينة عليها وهتفضل القضية واخدة مجراها لحد ما يتحكم فيه. انهارت السيدة أمال وهي تقول: للأسف الحكم مش عادل. صرخت: مفيش عدالة في بعد شنودي، لا في الإنسانية ولا في حقوق الإنسان ولا في حقوق الطفل. وكملت كلامها وقالت: ولا في أي دين ولا ملي، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، حرام 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 طفل زيك ديتي يبقى محبوس. وكملت كلامها وقالت: سنة كاملة وهو بعيد عني حزين وتايه، ده أنا لما رحت في الطب الشرعي وقلت له يا شنودي صرخوا وقالوا له لا انت اسمك يوسف عبد الله محمد. الواد بقى متلخبط وتايه وعيناه حيرانه ومش عارف
جابوله في صنف الشخصي من بعد ما شخصيته كانت قوية، من بعد ما كان نفسه يبقى دكتور وكان عارف هو عايزاه بالظبط، أصبح ضعيف وخايف ومحتار. وكملت بالدموع، أما يحاولوا يخلوه ينسانا، ما يقولوا له كلام غلط عني، إني مش عايزاه ومش محبه وإني مش أمه. ووجهت كلامي للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللي طلعت تتكلم عن الكرامة والرعاية، وقالت لي لم العيال اللي في الشوارع واللي على الأرصفة وتحت الكباري، مش تاخدي ولد في وسط أسرة وتسلميه ومن بعدها تسلميه وتغيري اسمه. العيال اللي في الشارع اللي ما تاكل من الزبالة ولا ما تنشل وتشحت والكل عارف العيال دي مصيرها ايه. عبرت الست أمال عن نقطة مهمة جدا وقالت أنا لما كنت منزل في السوق وكانوا يشوفوا الصليب في يدي وفي يد شنودي كانوا يبصولي بصة وحشة جدا جدا، فما بالك العيال اللي معاه في الملجأ. كانوا يبصولنا كده بصت دول مسيحيين، يعني حاجة كده ابعدوا عنهم. طبعا مش معمم، ولكن في كل مكان هتلاقي من ديتي وهتلاقي من دي. صرخت الست أمال وقالت انتخبناكي يا سيادة الرئيس، تجيب لنا حقنا، هاتلنا حقنا وارحمنا، فين العدالة وفين الإنسانية؟ وصرخت الست أمال ونشدت فخامة الرئيس وقالت له لو عايزني أبوس على كل راجل هعمل كدتي بس رجع لي ولده. ووجهت كلامي الكل من كان السبب وقالت لهم أمزل له عيل صغير ليا، اتقابلوا ربنا ازاي بعد ما حكمتوا حكم الظلم على شنودي؟ ليه كده؟ أي مسلمة هتدخل الكنيسة تحط ابني في حمام كنيسي؟ المنطق والعقل أما يقول لو مسلمي هتحطه أمام جامع، هتحطه أمام ملجأ مسلم، ليه هتحطه جوا حمام كنيسة يعني؟ أم شنودة البيولوجي إنسانة مسيحية بأكتر من دليل ومليون شاهد، لكن مين يسمع؟ والدليل مش هقولكم الشهود اللي فاتت، الشاهد اللي جات بدون ما حد يقول لها تعالي واشهدي، اللي أصلا أم شنودة ولا أبوه ما يعرفوهاش، هي كانت شاهدة عيان، شافت شنودة وهو لسه حتة لحمة حمراء، شافت بعينيه إن هدومه كله كانت صلبان وكأن أمه عايزة تقول أنا عايزاه يبقى مسيحي على طول وعايزة تسيب معاه علامة. إيه لما يحصل ديت لدرجة إن حتى المستشار أحمد عبده ماهر صرخ للمحامين نعمل إيه تاني إذا كان كل الدلائل دي موجودة وبرضه ما فيش فايدة؟ ويا ترى ايه اللي يخلي واحد رجل قانون زي سيادة المستشار أحمد عبده ماهر يقول إن القضية واصلة لطريق مسدود بسبب التعنت؟ صرح سيادته وقال المفروض الأزهر اللي موافق أصلا ومقدم ومعلن إنه موافق على الأسرة البديلة يدلي بموافقته لوحده، يعني مش يتحايل عليها. النيابة كمان اللي متعنتة إنها تبعت المحضر لوحدهم مفروض يبعتوه من غير ما حد يقول لهم، مش يروحوا ويتحايلوا عليهم مليون مرة مش راضين يديهم المحضر. وأضاف سيادته إنه أصلا ما فيش أي حاجة لشهادة دولة ولا الأوراق بتاعتهم. قال سيادته إن أنا قلت للقاضي في وشه الآية 47 من سورة المائدة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وشرح سيادته كلامه وقال يعني كل واحد مش عايز يساعد المسيحي إنه ينفذ شريعته اللي في الإنجيل بتاعه يبقى فاسق، يبقى المسلم فاسق، ده غير الاتفاقات الدولية. ايه الكلام ده كله اللي مش جايب اي نتيجة مع اي حد؟ كلامي والآية اللي انا قلتي ما اثرتش في اي حد، ده الكلام اللي قاله سيادة المستشار. اضاف كمان سيادته وقال هل يعقل الاسلام هيزداد قوة بشنودي او يضعف لعدم وجود شنودة فيه؟ الناس دي محتاجة علاج. اتعلموا من الست الغلبانة الست أمال ميخائيل والدة شنودة فاروق فوزي بولس، شوفوا قالت ايه. هل بعد اللي عملته مريم بنت أخت جوزي كرهت ردها كان غريب. صرخت الست أمال وقالت اتعلمت من الإنجيل حب قريبك كنفسك وحب عدوك، وعلمت ابني كل الكلام ديته. كملت الست أمال وقالت ابني كان يحب كل الناس وكان مرح وبشوش وكان ذكي جدا جدا وكان لماح، كانت الفرحة مليانية. والسيدة أمال ميخائيل والدة شنودي أما تسأل وزيرة التضامن الاجتماعي وابتهال مدير الدار الأنمان يا ترى دلوقتي شنودة هيطلع ايه؟ متسول ولا حرام ولا مجرم ولا هيطلع ايه بالظبط؟ الواد اللي كان ما يحلم يطلع دكتور ويحب الناس كلها ويعالجها ببلاش ويديها فلوس، دلوقتي يا ترى هيكون ايه مصيره؟
متضامنة مع السيدة امال ميخائيل والدة شنودة فاروق فوزي بولس، واتمنى ان صوتنا يوصل وان شنودة يرجع لوالديه بالتبني، وكفاية ظلم وكفاية تعب قلب. بصوا لمصلحة البلد، مش مصلحة البلد بس في رجوع شنودة لوالديه، لا، مصلحة البلد في تفعيل قانون التبني، وفي انه كل طفل في الشارع يلاقوا أسرة ترعيه وتحبه وتطلعه نافع للمجتمع عشان يقدم بلدنا الحلوة مصر القدام، مش يجيبها لورا. رجاء من كل أحبائي لايك للفيديو وشيروه على أوسع نطاق، واكتب في التعليقات متضامن مع قضية الطفل الشنودي. ربنا يبارك حياتكم يا رب وما يحرمكمش من أولادكم ويخليهم لكم ويجعلها يا رب أيام بخيتة ومباركة عليكم، أمين. ما تنسوش 3 أيام يونان، دي 3 أيام مليانة بركة وخير ومعجزات. اطلبوا لشنودة، وكمان اكتبوا طلبات الصلاة في التعليقات. أحبائي هرفع لكم طلباتكم زي ما رفعتها النهارده، هرفعها كل يوم خلال ال3 أيام البركة دول. اشتركوا لو ما تسمعوني لأول مرة على قناة البابا كرولوس وتماف إيريني، وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. ومن جوا 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 قلبي، من جوا عمق قلبي يا رب، فرح كل أم بولادها ورجع شنودة لحضن والديه بالتبني. حل المشكلة دي من عندك يا رب، واحكم انت للمظلومين. ربنا يفرح قلوبكم باستجابة كل طلباتكم، امين. ومن جوا 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 قلبي، من جوا جوا اعمق قلبي يا رب، يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على اولادكم، يوسع ارزاقكم، يديم يا رب محبتنا، امين. يبعد عنا وعنكم الشرير والاشرار يا رب، امين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم، حس عيالكم، امين يا رب.